احمد اهو يا عم، مش ام احمد. ام احمد. ام احمد حاضر. قولي يا ام احمد. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. الحمد لله. ام احمد منوراني، اتفضلي. نورك يا حاج. بقول لحضرتك احمد ابني متجوز وقعد 3 سنين مع زوجته يعني وكده هوت، بس كان كل حياتها برضو خلافات، هي اللي بتخلق الخلافات. هي بتخلقها وابنك بريء. نعم. وابنك بريء وانت مالكيش دعوه. لا 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 لا، ده قدام عينينا والله العظيم. يعني انا قصدي ان حضرتك ما بتدخلتيش باي زومبه، وابنك بريء وهي بنت شطانه، انتوا رحتوا جبتوها من عيله ابليس. لا والله يا عمري. امال ما هي كانت حلوه وكانت تخش برجلك اليمين ويا منورانا ونفسي ولما تبقى مرات ابني. أيوة. وكانت بتقول لك يا نينا ويا ماما قبل ما تيجي لابنك، وكانت على قلبك زي العسل. مشاكل ايه اللي عملتها؟ وليه انت كست كبيره ومحنكه اهو وصوتك بيقول لي انك خبره، ليه ما قلتش من الاول البنت دي ما تنفعناش هتعمل لنا مشاكل؟ لا، هي اساسا كانت جايه في نيتها ان هي عايزه مثلا ابني وبس، مش عايزه اهله حواليه. طب وماله؟ ما تحسي هي الاحساس المنايل بنيله ده. استني بس، استنين. ما تخليكي بدم خبيره في القلوب والنيات، مع ان ربنا لوحده اللي يعرف النيه دي. ونعم بالله. يعني انت تستغفري يا ام احمد من حكايه هي كانت جايه نيتها. ما تخليها تحس الاحساس الاخضر ده يا ام احمد، او ام احمد اصبر عليها 3 ثانيه. ما تخليها تحس الاحساس الاخضر المنايل بالستينيله ده، وانت تغيري لها وجهه نظرها وخليها تحبك انت، وتقول يا لهوي ده انا كنت جايه ومنوهه الواد بس طلعت امه قمر واحسن من امي وارحم بيا من امي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يا رب يتوب عليا، يا رب يتوب عليا. حماتي طلعت قمر يا ربي، وحمايا زي ابويا بيكح قبل ما يدخل عليا ولا عمره شاف رجليا. يا رب اشكرك يا رب، يا رب اشكرك يا رب. بعد خير يا نينا، بعد خير يا تيتا. ليه ما نعملش كده؟ ليه كده؟ ليه نحط رجل على رجل ونتهم بنات الناس بان هم جايين ياخدوا الواد وبس، ولا اهله دول كانوا هببوا له ايه؟ هي عند الحقوق كلنا نتلم على الفريسه وعايزين نبقى اهله. يعني سقينا شاي بقى، انا امه جيبي لي شاي بجوزه، ودي خالته شاي بس من غير جوزه. انت جايه خدامه عندنا. طبعا بقول للبنيه اوعي تكوني مفكره انك جايه تاخدي الواد وبس من غير اهله، انت جايه تعينيه على صله اهله. وبقول لاهله اتقوا الله في البنايه ودموها واحتووها، وخلوها تغير الفكره اللي انتوا اعتقدتم انها ملصقه بها وانها كانت نيتها الوحيده، وتبقى الدنيا كده.